جن جنون فانز هانتر وجن جنوني واحد من اكتر الفيديوهات اللي انا كان نفسي اعملها، واكتر صناع المحتوى اللي انا كنت بحبهم ونفسي اتواصل معاهم. وهنتكلم سوا عن واحد من اكتر الاعمال اللي بحبها في حياتي ان لم يكن هو رقم واحد، هانتر اكس هانتر. معانا في الفيديو ده دكتور خالد، والشهير بقناة ده خالد، هتلاقوها على كل منصات السوشيال ميديا. واحد من امتع صناع المحتوى والناس اللي بحب اسمعها لما بتتكلم عن هانتر. انا واحد باين ان انا اكتر عمل بحبه في حياتي هانتر اكس هانتر، فكان لازم يعني اظن نقاش ولقاء زي ده كان inevitable. واحد من امتع الفيديوهات اللي عملتها في حياتي. فلو استمتعتوا ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والقناه بالسبسكرايب، واهم حاجه لا تجعلوا مشاهده الانمي تلهيكم عن واجبكم الديني والدنيوي. ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. نرحب بيك في قناه تيفو سيمباي. يعني ده بكلم الناس فيه. حقيقه انا كنت لسه بقول خالد قبل التصوير ان انا كنت كشهادتي مجروحه فيه وفي محتواه، لان انا بحب هانتر. حبيبي بالنسبه لي ما لقيتش حد يعني يشبع رغبتي في ان انا عايز اخد ودي في كلام عن هانتر الا خالد. يا ف... حبيبي يا حبيب قلبي. فلقيت ان بجد انسب حد ابدا معاه نقاش مسلي يعجب الناس كلها هو انت حقيقي. يا عبد قناه اتشرفت بيك يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا بجد رب. الشرف ليا. بتعلم منك، بتعلم من محتواك، واظن قلت الناس هتبقى كده مبسوطه قلت بينا كده. بتجمعنا يعني. ربنا يخليك يا رب، انا اتشرفت بيك يا حبيبي، ومحتواك اكثر من رائع واندر ريتد جدا، ويوما ما انا اللي هاجي ويبقى لي الشرف ان اصور معاك ان شاء الله. حبيب قلبي يا رب ان شاء الله. حبيبي حبيبي يا عبود. نبدا النقاش الهنتري بسؤال: ليه بنحب هانتر؟ يعني انا يعتبر مسجل في دماغي ان ده يعتبر عنوان الفيديو، ليه بنحب هانتر. تحب طيب تبدا انت ولا ابدا انا؟ لا، ابدا انت وانا هرد عليك. اوكي. عشان خاطر انا خدت بالي ان المحتوى عندك مش بس دبلجه، ده فيه واضح فيه حب كبير لسبيس تون والهانتر والبدايات مهم. القناص، وبعد كده واحده واحده هانتر الانمي. في موضوع كبير، فانا عايز بالظبط. اعرف الاول وبعدين انا هرد عليك بالكامل. طيب، انا ما شفتش القناص زمان على سبيس تون. انا اعرف القناص قد لمعت عيناه. لا ما بداتش والله، القناص، والله ما بدات القناص على سبيس تون. بجد دي مفاجاه مهم. كبيره قوي بالنسبه لي، دي ايه ده؟ بدات هانتر 2011. على فكره احنا جايين للسؤال بتاع انه احسن، 99 ولا اكيد 2011؟ اكيد اكيد، جايين كل له. حاجه هنجاوب عليها ان شاء الله اكيد. بس بدات هانتر 2011 وانا في الجامعه. وكان حرفيا اللي هو ايه، يعني كنت بروح الجامعه بدري. اقعد في الاوضه بتاعت كورال الجامعه، افضل قاعد يجي بتاع 3 4 5 ساعات عمال بتفرج على حلقات هانتر. واو. تبدا البروفا اخلص ارجع. كنت مدمن هانتر. خلصته واو. وعدته 7 مرات، يعني 8 مرات دي عشان نسخه 99 شفتها مرتين. عدته 7 مرات. مم. الانمي خطير. ليه بحب هانتر؟ انا بعشق الحاجات اللي فيها رحله. رحله مظبوط مظبوط. رحله جون وكيلوا مع بعض. من اول ما جون ساب جزيره الحوت لحد ما جون ساب كيلوا عند الشجره وطلع يقابل ابوه. دي رحله متكامله الاطراف. ما شفتش حد حكى رحله وحدوته احسن من هانتر اكس هانتر. مظبوط مظبوط مظبوط. المشاعر، الصداقه بتاعت جون وكيلوا. ما شفت يعني حلو، نقدر نقول نارجيو صداقه ناروتو وساسكي. جوكو وفيجيتا مش مظبوط. صداقه قوي، رايفلري يعتبر. في صداقات في عالم الانمي انا ما شفتش زي زي جون وكيلوا وليوريو وكورابيكا. وكراك. صح صح. يعني انا. طب سؤال سريع سريع سريع: شخصيتك المفضله في اتفضل. هانتر ايه؟ ليوري. اقسم بالله ده كلام الناس اللي بتفهم. يا يا جدعان يا ليوريو كاركتر حلو قوي. اخيرا حد فهمني. ليتس والله جو. العظيم اتس ماي فيفورت هانتر كاركتر اوف اول تايم. ماشي، يلا نيترو ويلا هيسوكا ويلا كيلوا ويلا كورابيكا، كل حاجه. يس. ليوريو جميل. ليوريو جميل جميل. بجد. فاهم فصلان يا قصدي؟ راجل، تحس حد شبهك كده في العالم الغريب ده، تحس له ايوه اليوريو، بالظبط. ليتس جو ليتس جو. شبهك. وطيب لدرجه شفت هو يعني هو اعبط واحد فيهم وهو عارف ان هو صح اضعف واحد فيهم. صح لدرجه ان هو يقف في وش زعيم العناكب ويعمل التمثيليه والمسرحيه صح. وبتاع. انت عندك انه قلب عشان يخليك تساعد صحابك كده. وبعد جامد كده في جدا. الاخر خد غمار كل حاجه وضرب جين على وشه. عشان يا جماعه يعني قولوا لي انقذ جون ازاي، يعني خلصوا صح صح، الموضوع. انا مش فايق للهبل اللي انتوا بتعملوه ده، انا عايز بالظبط. اخويا، عايز جون. حرفيا. حصل ف حصل. دي من الحاجات اللي بحبها في هانتر. اخر حاجه يعني يعتبر هقدر اقول عنها حاجه.
ان هانتر اكتر انمي يعتبر متوازن او متكامل شفته في حياتي. بمعنى بليتش احسن بالنسبه لي، احسن انمي في الاستاذ، بس في جوانب حلوه، جوانب بتاع مش عارف ايه، بس مثلا 10 من 10 استاذ. وجوانب تانية دراجون بول 10 من 10 قتالات، وان بيس عالم مش عارف نظام وهكذا. هانتر كل حاجه فيه 10 من 10. يعني هانتر انمي اوريدي رفع البار في كل حاجه. استاذ هانتر خرافيه تمام، ومميزه جدا سواء النسخه الجديده او القديمه. الرسم في هانتر تحفه تحفه تحفه. يعني ماشي مش هنقول ديمون سلاير، لكنه موجود اتس اب ذير تمام. ولا عزاء لمحبين جوجيتسو كايسن وون بانش مان. لا مش جايين نسفل على انميات تانية، لكن الاستاذ، الرسم، التجربه البصريه، الدراما، الشخصيات، اوف على الشخصيات، الحدوته. واكتر حاجه كانت عجباني في ون بيس لقيتها احسن في هانتر، هي ان ممكن شخصيه تبدا في الحلقه الثانيه تلاقيها في الحلقه 322 مثلا ولا حاجه. برافو عليك برافو عليك، صح. ودي نقطه برضه لما بقولها فانز ون بيس بيتعصبوا مني جدا. يا جماعه نو هيت توردز ون بيس خالص، هي عظيمه في ون بيس، هي عظيمه في ون بيس، بس خد بالك من هانتر، خد بالك انت من هانتر. انا واخد بالي من ون بيس، انت خد بالك من هانتر. بالزبط. خد بالك من التفاصيل اللي موجوده في هانتر، مش طبيعي يا راجل. طبعا مش طبيعي. زي ما قلت لك، رسم، انيميشن، تحريك، قصه، شخصيات، بناء عالم، دراما، لقطات دايما حابسه للانفاس والكلام ده كله. يعني هنخش الكلام ده قدام، بس دي من اكتر الحاجات اللي بتخليني احس ان انا بعيد هانتر، ان انا عايز صحابي. يعني انا خلصت وصلت الحلقه 148، لا انا عايز اعيد، مش عايز ابقى لوحدي تاني، انا عايز اكمل مع جون وكيلوا، حتى لو حكم الامر ان انا اعيد من الحلقه الاولى زي ما بعمل دايما مع مسلسل فريندز. معرفش انت من متابعين ولا لا؟ والله ف هانتر بيخليك تتفرج عليه، بيقول لك تعالى دي احسن كلمه، احسن كلمه قلتها فعلا. ده حقيقي. انت بالنسبه لك ليه هانتر؟ ليه بنحب هانتر؟ في ردين، الرد الكليشيه والرد المنطقي. الرد الكليشيه، هانتر انا اول حاجه اتفرجت عليها في سبيستون كانت القناص. المشاهد في القناص وطريقه الشرح بتاع القصه والشخصيات نفسها كانت بتحرك حاجه غريبه جوايا وانا صغير، مش عارف كانت ايه، شعور غريب طبعا. يعني كنت بشوف حاجات في سبيستون عادي، المقاتل النبيل مثلا، كونان، ناروتو بتاع، عادي فور فن. لكن لما اتفرجت على القناص في حاجه غريبه اتحركت جوايا، في احساس كده طلع فجاه، في شعور ان انا اتعلقت بالشخصيات، في شعور ان انا كنت بتاثر، ان انا كنت بحزن، ان انا كنت بفرح، ان انا كنت حاسس ان انا ماشي معاهم في الرحله بتاعتهم. برغم ان القصه بعد كده اكتشفت انها حاجه تانية خالص، بس ستيل الكور، الجوهر هانتر اللي بيحبب اي حد فيه كان ظاهر جدا في هانتر القناص 99. كان ظاهر جدا في طريقه الشخصيات في سبيس تون نفسها، جذبتني جدا، وكنت متاثر لدرجه احيانا كنت بحس ان انا عايز ادمع وانا بتفرج. انا مشاهد كتير خليتني وما بقيتش اتفرج على انمي خالص لغايه ما كبرت شويه، واصحابي قالوا لي مش عارف ايه واتفرج وبتاع وارجع وشوف انمي وبتاع. رجعت عن طريق ناروتو. بعدين قلت رجعت عن طريق بوابه ناروتو، طبعا كانت حاجه جميله جدا يعني، بس ده مش موضوع. وبعد كده قلت طب ما قالوا لي انت شفت هانتر ومش عارف هانتر، اكتشفت ان القناص هو هانتر. كنت هموت من الفرحه، ما مصدقش نفسي. ايه ده جديد، انيميشن خرافي وكل حاجه. ايه ده اللي انا كنت بموت فيه وانا صغير بشكل جديد، بشكل حديث، بشكل رائع. واو، اما اتفرج عليه اقسم بالله اتفرجت عليه، مش عايز عشان ابان انه كليشيه، بس هي برضه كانت 7 مرات طبعا. زي ما انت قلت بالظبط، بجد 7 بالظبط، هو نفس الرقم. عدت هانتر 7 مرات بالظبط، مش طبيعي. اولا في الاول على فكره انا اتصدمت جدا من ان هو الاحداث مختلفه، وان هو ايه ده، وايه ريودان، فين ريودان، وفين توأم كرولو، والحاجات الغريبه العجيبه اللي كانت عاملاها في سبيس تون. بس ما علينا، دي كانت اول تجربه، وفهمت على طول انهم ايه، لا ده كانوا مغيرين. فرحت اتعاملت على ان انا بتفرج على حاجه جديده من الاول. لا يا راجل بقى، لا حدث ولا حرج بقى. قصه، عمق، شخصيات، تطور احداث، بناء عالم رهيب ومفتوح وواسع. كل ارك في حد ذاته تحس ان هو انمي لوحده. انا ممكن اخلي كل ارك كانمي من الاخر. اشكرك من الاخر. حاجه بخصوص موضوع الاركات ده، بس طبعا نكمل انت كلامك الاول. الموضوع ان هو كل ارك لوحده انمي ده، انت حرفيا لو مسكت كل ارك وفصلته، كل ارك ليه بدايه، ليه نهايه، ليه بيك، ليه بطل، ليه ذروه احداث، وليه تفاصيل مختلفه عن الارك اللي بعديه على طول.
مهم. فدي حاجه اصلا انا لما حقيقي. بدات اتفرج عليها اللي هو كل انمي كانت تقريبا التجربه اللي قبل كانت ناروتو. اه. كل في اختلاف، اختلاف واضح واحد، وماشيين في سكه واحده ومش بتختلف. مهم. هانتر بيديك تجارب مختلفه. انت من فجاه انت بتخش اختبارات ومش عارف ايه، لفجاه انت عايز لسه هقول تنقذ لك. صاحبك، لفجاه انت في برج عالي مع واحد غريب الاطوار ومش عارف تعدي من قدامه، وفجاه تحديات وعايز تعلى في البرج، فجاه عناكب وعصابات وانتقام وكرابيكا، هوب فجاه متنوع بطاقات متنوع. وكروت والعاب، في ايه في ايه. يعني ازاي دخلك من ارك جميل لايت هارتد طفولي شويه فايب مقبل على الحياه زي ارك اختبار الصيادين، مش بعد ممكن. كده عيله كيلوا، بعد مش كده ممكن. تعالى على برج الفضاء وكل حاجه بياخدك في مظبوط زوبعه مظبوط. شعوريه، ارسع عناكب، هو تعالى عامل جريد زي كده. ايلاند بالظبط، صح تعالى جريد صح. ايلاند ولعبه و السع انمي ارك النمل، انمي ارك النمل، وبعد افضل كده ارك تعالى. في التاريخ واتحدى بيه اي حد، واللي بينافس الارك ده بالنسبه لي في المانجا بتاعت هانتر برضه ارك الخلاف فقط لا غير. دي حاجه انا ما قلتهاش لمتابعين هانتر وما قلتها لكش، انا ما اتفرجتش على المانجا لان صح. انا عارف اوكي. ان مانجا توجاشي خرافيه، بس انا الرسم يا صديقي، انا هسال واحد زي زيه بقى، انت قدرت تتخطى ازاي الحاجز بتاع الرسم بتاع المانجا؟ حاجه ايه واحده اللي بس. دخلك على مانجا هانتر بمعنى اصح؟ هقول لك حاجه واحده بس، وهي حاجه برضه متعلقه بتخطيطي انا، لان هي فعلا مانجا هانتر صعب تخشها. من اولا طريقه المانجا نفسها تحس انها روايه اكتر من مانجا، وهنا مهم. مربط الفرس مهم. بالنسبه لي. الراوي انا شخصيه قبل. اساسيه في انمي يا جدعان، الراوي شخصيه اساسيه في الانمي. برافو عليك. برافو عليك. غير كده انا بالنسبه لي انا كنت عاشق للروايات زمان. كنت مهم. بقرا كتير، انا قريت مثلا اكتر من 30 روايه لاجاثا كريستي اوكي. وباولو كويلو، كنت احب عالم الروايه ده. قريت فلما رجل المستحيل؟ لا لا بصراحه. ابسولوت سينما ما علينا، كمل كمل. فتعلقي بالروايات وانا صغير، انا من بعد ما بدات انمي بطلت الروايات على فكره، لان اه. هو الانمي اداني جرعه الروايات اللي كنت باخدها، والهدف من قراءتي للروايات، انا ما بقولش لحد ان انت ما تروحش تقرا، لا القرايه حلوه جدا، اوكي. بس اخدت الشعور اللي انا كنت محتاجه من الروايات في عالم الانمي، وده ما مم. لقيتوش ولا في الافلام ولا في المسلسلات ولا في اي عالم اخر. طب حلو. العمق بتاع عالم الروايات ده لقيته في عالم الانمي. مم. المهم، فعشان كده لما جيت اقرا مانجا توجاشي، الرسم بتاعها سيء جدا احيانا، واحيانا بيبقى حلو جدا، خلي بالك، مم. لان توجاشي على حسب هو تعبان صحته حلوه صحته وحشه، احيانا تلاقي الرسم بتاعه خرافي وتفاصيل غير طبيعيه، لا. واحيانا تحس ان هو شخبطه شخبطه عيال. بالظبط. بس اللي مستمر فيه دايما ان الروايه او المانجا عفوا دسمه، وكلامها كتير تحس انها روايه، فانا كنت بقراها احيانا على اساس انها روايه مش اكتر. بس بالظبط. فدخلت في المانجا بسهوله. انت ليك في قراءة الروايات يعني كان ليك باع كان في ليا القراية قبل دلوقتي كده؟ الصراحه الموضوع قل خالص خالص خالص. انا بعد تخرجي من الجامعة اشتغلت شوية في التدقيق اللغوي، فاهم؟ امم. انا خريج قسم لغة عربية اصلا، ما شاء الله باين طبعا. اشتغل... مش محتاج تقول يعني بصراحه يعني. اشتغلت شويه في تدقيق الروايات والكلام ده كله، فانا قعدت حبه في القرايه، كانت هي المؤنس بتاعي، انا كنت انتروفيرت شويه زمان وانا صغير، امم. فبقرا يعني من وانا في رابعه ابتدائي يعني. امم. زي ما انت قلت للاسف او مش للاسف، الحمد لله ان الحاجه الوحيده اللي قدرت تسكراتش الاتش ده هو عالم بالظبط الانمي، الانمي بالظبط الياباني، بالظبط الرسوم بالظبط. المتحركه الامريكي والكرتون حاجات ليها برضو بيك، وليها وديزني. مشاعر حلوه، بس مش هو اللي احنا طبعا. بندور عليه. بالظبط. فرسوم متحركه برسوم متحركه، انمي بكرتون، ده حلو جدا وليه فايبو، وده حلو جدا وليه فايبو، بس الانمي بياخدك لعالم ما يفهموش غير اللي حب الانمي يعني. بالظبط بالظبط ف بالظبط جدا. فانت يعتبر اجابتك ان انت قدرت تتحرك على مانجا هانتر بسبب الموضوع ده. بسبب ارتباطي بالروايات زمان. طيب، نرجع تاني لحاجه من الحاجات اللي خلتك تحب هانتر، او ليه بنحب هانتر، وهو ان انت كتابه توجاشي في المانجا. نكمل من عند النقطه دي. كتابة توجاشي يا عبدو، يعني انا ما شفتش كاتب، والكمال لله وحده، طبعا. كامل الاوصاف زي توجاشي. بكلمك والله والله، هسيب حبي الشديد والنوستالجيا والحته اللي جوه دي اللي بتخليني دايما اقول ان هانتر توب توب توب. طبعا. في عالم المانجا اليابانيه بالذات عشان نبقى بس واضحين، مهم. نواكي اوراساوا هو بس اللي بيقتش فكره المثاليه، ولو ان نهاياته دايما فيها جدل.
عارف انت طبعا نهايه اوروساوا، مون انا ستار، قريت بلوتو، بلوتو، انا القصص قريت دي بلوتو كلها. قبل ما ينزل لها انمي. انا قريت بلوتو قبل ما اعرف انه هينزل لها انمي. بالظبط. فتيان فهو القرن ال21 قريتها برضو. تحفه فنيه، بس دايما لو تاخد بالك نواكي اوروساوا نهاياته مثيره للجدل شويه. اه شويه الريتم والجوده الكتابه بتختلف في النهايه عن بقيه العمل، بالظبط. للاحسن للاوحش بقى، بس بيبقى فيه اختلاف. توجاشي كامل الاوصاف، عمق في الشخصيات مش طبيعي، تنوع الشخصيات يا رجل لدرجه ان شخصيه جانبيه ممكن تظهر في 3 حلقات، او ممكن تظهر في مثلا 15 شباتر. اقسم بالله انا ممكن اخدها واعمل منها انمي لوحدي، ممكن اخليها بطله انمي خاص بيها. مزيل النن اللي احنا شفناه في جريد ايلاند، م- مين مثلا يتخيل يجي كرولو يعمل هنا مزيل، يروح يجي مش عارف ايه، نرجع تاني للمانجا ونعرف شخصية عابرة ملهاش ربطه لازمة. للشخصيات غير طبيعي يا راجل، بيجيب دماغ منين؟ مم. انت عندك كام شخصيه قويه جدا كتابيا، ممتازه جدا، مم. وبتقدر بكل سهوله حبال كده طالعه من مخك كده، مربطهم ببعض من غير ما يبقى فيه اي هفوه، من غير ما يبقى فيه ضعف كتابي، من غير ما يبقى فيه تسليك. اه. تسليك ده موجود كتير عند كتاب كتير، بيسلك مم. الدنيا. مم. يا باشا لا يا باشا، انا شخصيه مش هتظهر 5 شباتر، مش هتظهر في حلقتين 3 تاليه، مكتوبه كلها من الالف للياء صح. بالظبط. مش ممكن. تحس انه من اول نقطة هو عارف انا عايز اعمل ايه، انا باني بالظبط. حاجة في خيالي. انا ما شفتش حد بيعمل كده بالمناسبة احسن من توجاشي وعالم في هانتر. اسياما، يعني توجاشي، اسياما اتاك اون تايتن، واودا ون بيس موجود هنا برضو. اودا برضه موجود، اودا موجود لكن وبيحاول، بس اودا دماغه فيها حاجات تانية، ممكن ده برضه ايه، فيديو تاني لما نتكلم فيه بعدين بالظبط يعني. بالظبط، ده ليه نقاش تاني، فكمل كلام. بس ففكره ربطه للشخصيات وتنوع الشخصيات، وكل شخصيه تتحب، مهم. كل شخصيه تتحب. انا عايز اقول لك انا بحب هيسوكا جدا عادي جدا، برغم ان هو عليه طبعا. هيسوكا خطير. هيسوكا بالظبط. بالنسبه لي خامس ابطال العمل ده مهم. بجد. بالظبط. بحب غير كده المانجا برضو، انا هتلاقيني بروح اجي للمانجا عشان هي المانجا يلا بتنزل وبكره يلا. الشابتر وانا قاعد بذاكر لها آه. فتلاقي دماغي شغاله في المانجا كتير اوكي، برضو. انا شوقتني عايز اقول اخش لك عليها والله، انت بالمناسبه. شفت جيم اوف ثرونز؟ شفت منه اول موسم ما كملتش. احسن، مش ولا عشان هو تكمله اصلا ملوش لازمه، ما علينا، انا اه. بس بقول لك يعني عشان ايوه. نهايته وحشه، ما علينا، ده اوكي راي اوكي. ممكن يثير جدل ناس كتير، سوري يا جماعه. انا ساحب عليه من سنين، فاللي هو انا مش بتعلق وبقول لك اوه ليه بتقول كده، فاهم؟ اوكي. لا، ما انت الناس اللي بتتفرج فيه كتير هيقول لك ليه بتقول كده، ما علينا. يلا بينا. اوكي. الفكره انه توجاشي عامل لك ارك الخلافه ده، جيم اوف ثرونز على الضيق، حاجه مهم. كده، مش عارف 300 شخصيه جديده موجوده، وحرب الخلافه وصراعات غير طبيعيه موجوده في ارك اصلا يعتبر ارك انتقالي. يعني شايف الاركات اللي هي الانتقاليه اللي كنا بنشوفها اه زي مثلا جريد ايلاند، ما بين اه. مثلا العناكب وما بين بالظبط. النمل. ارك الخلافه ده يعتبر ارك انتقالي لغايه ما نوصل للقاره المظلمه. فانت واوريدي فكره ان انت انت بتقول عليه واحد من احسن الاركات اوريدي. ارك انتقالي مخليه ممكن بنهايته لو اتعملت صح، امم. صدقني والله مش ببالغ، هيبقى احسن ارك في تاريخ المانجا والانمي. وانا اراهن اي حد واتحدى اي حد في اي ديبيت او اي مناظره هو عايز يطلعها على الراي ده. فالفكره ان اوكي انت عملت اوكي. كده يا توداشي، ايه ده، رائع رائع رائع، امم. مش ممكن. اوكي. نيجي لنقطه تانية، يعني نرجع لسياق الانمي شويه. نرجع للانمي، كفايه مانجا عشان المتابعين برضه ما يزهقوش. عشان المتابعين بس. جدير بالذكر ان شاء الله انا حتى كنت قلت ده في فيديو من بدايه الفيديوهات اللي نزلتها، ان من الاعمال اللي انا عايز اتفرج عليها السنه دي في 2026، قلت 10 اعمال من ضمنهم هانتر. ازاي مم. وانا اتفرجت على هانتر كتير؟ لا انا عايز اخش على هانتر النسخه القديمه بالجديده واكمل مانجا. انا حاليا تحفه خلاص حاطط جول تحفه من الجولز بتاعتي ان انا عايز اقرا مانجا هانتر، تحفه. لان كفايه كده، انا عايز اكيب اب تو دي، انا وحشني. مظبوط مظبوط. وده سيجواي مناسب نقله للنقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، وهو ان الناس بتقول لك، يعني على فكره هانتر من اكتر الانميات اللي الناس مجمعه عليه، اللي هو في ناس بس بتحب كلام كذا اكتر من هانتر، بس ما حدش بيقول لك ان هانتر وحش. ممكن مستحيل. يقول لك على دراجون بول صبغات شعر، بس ما حدش هيقول لك على هانتر نص كلمه وحشه. مظبوط مظبوط. يقول لك ان هانتر انمي عظيم، مشكلته الوحيده ان هو مش كامل هي دي كانمي. الكلمه الوحيده اللي الناس كلها بتمسكها. طيب مظبوط. انا هقول لك وجهه نظري، وانت يعني قول طبعا انت بتفكر في الموضوع ازاي. طبعا. انا شايف هانتر انمي مكتمل.
يعني رحله جون من الاول لحد الاخر مرورا ببعض التفاصيل واللقطات، خلاص يعني هو من اول حلقه بيقول لك انا عايز الاقي ابويا، تمام، لا ابوه اوكي، في حاجات تانية كتير بعد كده ما اختلفناش، بس انا الحته الشعوريه انا خلاص خلص الانمي. انا صح انا تعاملت صح. ذهنيا مع ان هانتر خلص، فانا بالنسبه لي هانتر انمي مكتمل كانمي، لسه في تجارب مظبوط. تانية فيما بعد في المانجا، لكن بما ان انت قريت المانجا بقى وعارف ايه النقطه اللي بعد الحلقه ال 148، ايه رايك في الموضوع ده؟ انا عايز بس اتفق معاك جدا الاول في كلامك، في رايك الاولاني ده. انا عايز اقول لك قبل ما اقرا المانجا انا كنت بفكر ان مفيش حاجه اسمها مانجا، كنت بفكر امم ان هو توجاشي وقف على كده، وانه ممكن يرجع وممكن ما يرجعش. ما كنتش بقى ملم قوي المواضيع دي، اوكي. وبالنسبه لي كنت ساتيسفايد جدا. امم واتاثرت جدا باخر دقيقتين في اخر حلقه، لما كان عامل لك زي ريكاب سريع، زي تذكره كده للامور كلها، وجايب لك بقى مش عارف عائله الزوديك، وجايب لك جون، وجايب لك كورابكا، وجايب لك وهو عايز ينتقم كورابكا واليوري وهو بيذاكر وبتاع. الريكاب اللي في اخر حلقه ده انا كنت طالع مبسوط، خلاص هانتر كان خلص. ساعتها هو سؤال مروم وكوموجي، خلاص احنا الناس ما مش هنحرق على حد لان ده الناس انا عايز اقول لك انا ده كان كنت في الحلقه هعيط في المشهد اللي انت الاخيره بتقول صح؟ عليه ده. ايوه ايوه ايوه. فوات لقطه احسن بسيطه نهايه جدا، بالظبط. ايديهم هم فوق بعض كده، يا الله يا الله يا الله. وهرجع واقول لك هو ارك النمل خلص، احنا قعدنا ارك الانتخابات ده شويه، وبعد كده في اخر حلقه جاب لك مشهد اداك ختامه شخصيه، انت ابتسمت تحفه تحفه واداك. تحفه. على مش فكره قادر انسى نقطه الريكاب المشهد ده، اللي مش قادر انساه فعلا. نقطه الريكاب اللي في الحلقه الاخيره ده نقطه اندر ريتد قوي. عظيمه جدا. وتوجاشي او الماد هاوس عموما، الاستوديو عبقري اه في المشهد ده. ليه؟ لان هو قال لك احنا مش ضامنين. توجاشي متردد، توجاشي بيكتب ببطء بالراحه جدا، ممكن يقعد بالظبط 12 سنه بيكتب ارك، الله اعلم بالظبط. هنرجع امتى. مم. فلازم ندي الناس حاجه حاجه ساتيسفاينج. ما اديهم حاجه. تزعلش، ما تقولكش، ما يجوش يقول لك فين هانتر، لا مم. عملوا الحركه دي. فمن وعملوها ناحيه باقتدار اخراجيه قوي، عملوها باقتدار روعه قوي. روعه روعه. مم. الانتقال بقى من الانمي للمانجا كان سلس جدا، كان عبقري جدا، اهو كان واضح جدا. فعلا انت عندك بلوتات مهمه جدا ما كانتش بانت في اوكي. الانمي، انت ما كنتش واخد بالك منها غير لما قريت المانجا. قلت صح، مم. ده كورابيكا، ده نيترو، ده في حد قتله بقى ولا ايه، ده في مؤامره، اوبا ده انت قصدك كذا، ده القاره ابتديت تخش المظلمه بقى في صحيح عالم ده. تاني. فانت دخلت في عالم تاني وربط لك المواضيع بسلاسه فظيعه كعاده توجاشي. انت عارف انتقال التوجاشي ما بين الاركات سحر. تلاقي بالظبط ارك ملوش علاقه احسنت. بالارك اللي بعديه، وفجاه لقينا نفسنا هنا. طب بقيت هنا سحر. ازاي؟ ما تعرفش، مم. في نص حلقه، اه. حرفيا في نص حلقه عملت الترانزيشن ده مم. ما بين جريد ايلاند وما بين ارك النمل. اكمباني اون، استخدم الكارت عليه بقى مع كايتو، كايتو بيستكشف النمل. بقيت في حته ثانيه، ايه انت ده؟ متخيل ان احنا من بعد برج الفضاء، او يعني انا متعود على اسم برج الفضاء لان كنت فاكر تجربه عادي عادي. السبيستونيه يعني برج سبيستون. ايوه ايوه. من بعدها واحنا عايزين نجيب لعبه جريد ايلاند، فمرينا بارك العناكب عشان بعديها ناخد المزاد، نخش في ارك جريد مظبوط. ايلاند، نطلع بايه من جريد ايلاند بالاكمباني اون اللي هتنقلك لكايتو وتخليك تعيش ملحمه ارك النمل. ومن غير اي منين مقدمات لارك النمل ولا الكايتو ولا اي حاجه، انت فجاه لقيت بالظبط، نفسك هناك، ايه ده؟ منين لمنين رحت فين؟ عظيم. شايف بقى اللي بيحصل ده؟ هو بالظبط اللي حصل بعد اخر حلقه اهو. لقيت نفسك في ارك تاني. في يلا المانجا. جهزوا لي سفينه وطالعين القاره حرق بسيط يعني، ده عناوين اه يعني. لا انا عارف، يعني عارف ان جهزوا في لي بيوند سفينه نزل ويلا والكلام ده. ورايحين القاره كورابيكا بقى، مش عارف من الزودياكس واليوريو. لقيت نفسك رايح لارك ملحمي اسطوري بيتحضر له ممتاز جدا بطريقه سلسه جدا. اتضحك عليك كمشاهد، فجاه انت انفستد في حاجه بقيت ما كانتش مبسوط. اصلا متلمح لها. بالظبط. عبقري عبقري عبقري. بس كده يا سيدي، دي كانت كل حاجة عندنا في اللقاء بتاع النهاردة وفي الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو ولو عايزين تشوفوا جزء تاني منه، يعني تعالوا نوصل الفيديو ل 100 لايك في 24 ساعة، 200 300 لايك، وقولوا لنا في الكومنتات عايزين بارت 2. وان شاء الله ان شاء الله قريب جدا هنصور انا وخالد بارت 2 ويكون لقاء لطيف وممتع تستمتعوا بيه.
تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والقناه بالسبسكرايب. هتلاقوني حطيت لكم، اتشرف بان انا احط لكم قنوات دكتور خالد كلها على منصات السوشيال ميديا في الكومنتات وفي التعليق المثبت وفي الديسكربشن. اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي يا صديقي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.